تفتكر مين يعيش أطول، اللي ما بينامش ولا اللي بيدخن؟ تفتكر مين ممكن يعيش أطول، واحد بينام 3 4 5 ساعات بس في اليوم، ولا واحد بيدخن سجاير كل يوم؟ العلماء عملوا دراسات كتير على الموضوع ده، وطلع إن قلة النوم أخطر مما تتخيل. اللي بينام أقل من 6 ساعات يوميا معرض لأمراض القلب والسكري وضعف المناعة، وكأن جسمه بيستهلك نفسه بسرعة. أما التدخين فهو فعلا قاتل، وصحيا أخطر بكتير على المدى البعيد، لأنه بيأثر على الرئة والقلب وبيسبب سرطانات. الغريب بقى إن بعض الدراسات بتقول إن قلة النوم المستمرة ممكن تختصر العمر أسرع من التدخين، ولو استمرت سنين طويلة. يعني حتى لو التدخين ده انت عمرك كله بتدخن، قلة النوم أخطر. يعني سواء تدخين أو قلة نوم، الاتنين بيدمروا الجسم. الحل بسيط جدا، انك تختار تنام كويس وتبعد عن التدخين، وتدي لجسمك فرصة يعيش أطول وبصحة جيدة. وده المهم، انك تعيش بصحة جيدة، مش تعيش بأمراض كمان. يعني اكتبولي رأيكم في التعليقات، كنتوا تتوقعوا النتيجة دي؟ كنتوا تفتكروا ان قلة النوم تكون أقوى من التدخين وخطر جدا على الصحة وعلى العمر من التدخين؟ عايزة أعرف رأيكم في التعليقات. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا حبايبي.